جماعة هيجيب مين في حضرتك؟ كده احنا طلعنا من اسكندرية، طلعنا من اسكندرية خلاص، وده الطريق يعني. هو انا عشان قاعدة من الناحية التانية فمش باين اوي الطريق. مكنتش نايمة على رجلي. كيتشي سر لما نوصل بقى مطروح هصور بقى. دلوقتي احنا دخلنا على مطروح، ماشيين في لسه يعني مدخلناش البلد جوه. ده الطريق، بس الطريق ماشي بسرعة، احنا ماشيين بسرعة الحمد لله يعني، الحمد لله. بس احنا طبعا مش هنلحق ننزل المية عشان دلوقتي الساعة 6 تقريبا او 5:30، فبكرة بقى هننزل البحر وكده، فاتبعوا بقى لما اوصل الشقة عشان المفاجأة هتشوفوها هناك. يلا وهوريكم برضو الطريق واحنا ماشيين في جوه البلد في اسكندريه في مطروح. يلا كيتشي نايمه وقامت دلوقتي. يلا بينا بقى. عندنا السيسي بينزل. يا جماعه دخلنا دلوقتي، احنا كده دخلنا مطروح خلاص اهي، دخلنا البلد، لسه داخلين اهي. بتفرجوا بقى معايا ساعة الغروب بتطلع في الكاميرا الشمس مش باينة. كده دخلنا البلد خلاص الحمد لله. وكيتي طبعا قاعدة ملوكي. كيتي قاعدة ملوكي خالص يا كوكو. دي محطة قطر. محطة قطر ايه؟ دي محطة قطر. قطر اللي هو بيروح. ايوه اسكندرية. اسكندرية. بص بقى، بص اللي في العزب دي، بص عملوا براق. ايوه بص ده هدى وهيعمل برج. بص بص منظر البيت الاول دلوقتي احنا وصلنا خلاص الشقة. طبعا تعبانين جدا من السفر، وتقريبا انا ما نمتش من امبارح، فالدنيا بايظه خالص. دلوقتي في مفاجأة بقى، قلت لكم هعملها لكم مفاجأة كده زي الفل. جاهزين ولا ايه؟ جاهزين للمفاجأة؟ هنعمل دلوقتي المفاجأة، داخلين على المفاجأة. المفاجأة انتوا جيتوا امتى؟ الحمد لله على السلامة. طبعا الباشا كان مسافر، طبعا مستغربين طبعا، في مسمر شوية. اسمر يعني. طبعا كان سافر مطروح للأسف. وانا قعدت اسبوعين ولا كام اسبوع؟ قد ايه؟ اسبوع و4 ايام. طبعا كنت مكتئبة جدا. كنت مكتئبة جدا. اسبوع العيد والاسبوع اللي قبليه. اسبوع العيد والاسبوع اللي قبليه، فطبعا كنت مكتئبة. فاخيرا جيت مطروح. مين اللي جه مطروح؟ مين اللي راح مطروح؟ في ناس اعرفهم كتير قوي. ايه ده؟ انت رحت مطروح وانتي؟ طب والاخت اللي بتصور اختي مطروح؟ وانا فيها دلوقتي اهو، جيت لك اهو. تيجي معانا مطروح؟ طبعا هي وصلت بقى ازاي؟ حصل معاهم موقف مع اللي كان عم يسوق العربية، سواق العربية وداهم البيت التاني. انا قاعد اللي هو بيت ماما، اللي هي بيت حماتي يعتبر يعني.
انا قاعد مستني هنا بفارغ الصبر، واحنا داخلين على البيت ابص في الشارع مفيش حاجه. انهي بيت؟ احنا رايحين في الحته الفلانيه، رايحين البيت التاني فين هنا يا اخوان؟ لفوا وارجعوا. فرجعنا طبعا. تقريبا احنا قعدنا في الطريق، المفروض ان احنا يعني بنقعد 4 ساعات 3 ساعات ونص، احنا قعدنا 5 ساعات، ازاي معرفش. هو راحه برضه مش توصلوا بالسلامه طبعا. فدلوقتي طبعا ان شاء الله النهارده كده، احنا النهارده السبت. كارثه فكده كارثه بصوا كارثه ميه دي، كاروزة ميه بيقول لكم، معرفش. طبعا النهارده بقى ايه، هنصور كل حاجه، هنصور الايام اللي احنا قاعدين فيها في مطروح، هصور لكم كل حاجه. صوري. هصور لكم كل حاجه في مطروح يومنا، يعني هعمل لكم اول فيديو تاني فيديو، يعني اول يوم في مطروح، تاني يوم، تالت يوم، يعني ليه اجزاء كده هنزلها. احنا من الشقه اللي احنا قاعدين فيها ومن البيت اللي احنا قاعدين فيه اللي هو في البلد وقريب من شاطئ العوام، جامع العوام الناس اللي عارفاه والليدو، عشان مفاجاه ليهم بس. احنا من هنا بنقدر نشوف شاطئ كليوباترا في الحته اللي هناك، اللمبه اللي هناك دي. فكره مش باينه. لا اللمبه الصفراء هم شايفينها هناك. طيب. احب اقول لكم ان ده شاطئ كليوباترا اللي بتروحوا له من الموقع اللي احنا فيه لحد اللي هناك. ايه الموقع ده؟ مش عارفه. من المكان اللي احنا فيه لحد هناك بياخد له تقريبا ساعه الا ربع. احنا هنا بصوا يعني مفيش نص ساعه بقينا موجودين هناك اهو. طبعا انا هصور زي ما بقول لكم اجزاء كده، الجزء الاول والجزء الثاني، يعني كل يوم هصور لكم عملنا ايه من اول ما قمنا من النوم لغايه لغايه ما هننام. فالنهارده كده مش هنصور حاجات كتير لان احنا لسه جايين وكده، وطبعا ما رحناش البحر، معلش، وطبعا ما رحناش البحر فالنهارده هيبقى يوم كده خفيف خفيف، وان شاء الله بكره هصور بقى. وبعد ما ارجع ان شاء الله من المصيف ده هنزل كل يعني كل يوم، يعني يوم ويوم هنزل الفيديو. يلا يا رب تستمتعوا معانا بقى ان شاء الله، اتفرجوا بقى معانا بالليل ايه اللي هيحصل. يعني طبعا دلوقتي هروح اخش انام نوم عميق، ومهاب هينزل يعمل حاجات وكده. انا عايز اركب كرنك. اشمعنى الولد ده؟ والولد ده بيركب عجله من 3 عجلات يعني. يلا هنقفل بقى دلوقتي ونخش انام، اشوفكم بالليل. اوعى اقفل ايه، اوريكم حاجه الاول. من الموقع ده تعرفوا تقولوا احنا في الدور الكام؟ هو مثبت لكم البتاع. اللي يعرف احنا في الدور الكام هشحن له 3 جنيه على الهوا. 3 جنيه يا بخيل؟ 3 جنيه. مبروك الجزء. ايه رايك الكوتشي بتاعي الجديد؟ وانا كمان الكوتشي بتاعي الجديد اهو. حد شاف الكوتشي؟ شايفين؟ لا انا اهو. احنا بنصور لهم كلاشي. سلام واستنونا كمان شويه كمان شويه ولا بكره؟ وكده كده اصلا هيبانهم. لا النهارده. طب يلا استنونا بالليل بقى، او لو مش النهارده يبقى بكره بقى. يلا باي باي. كرنك تاني اهو، كرنك اوعى ايدك. قول لهم باي باي يا كابتن. باي باي. بقول يا كابتن. قول لهم باي باي. ولا ده طلع يجري. ده راح فين ده؟ يلا سلام. يا جماعه انت بترفعي فوق ليه؟ ما هي دلوقتي انا رايحه ناخد تاكسي، رايحه بيت حماتي. ايوه. واللي هو بيتي المفروض ان شاء الله يعني في شقتي هناك. راح اسلم عليهم. مش باينه. لا مش باينه بجد؟ بس احنا عشان ماشيين واحده عشان التاكسي. رايحه اسلم عليهم هناك وكده، وهرجع تاني الشقه اللي احنا فيها، هنام بقى واريح، وبالليل بقى ايه نطلع ونسهر. فهوريكم بقى واحنا ماشيين وكده، فتابعوا معايا لغايه ما ايه اروح بسلم عليهم بعد كده اروح بقى. خلاص انا واقف جنبك كده ما بتكلمش يعني. طب ما كنت صورتك. ما تصورني. وانا صورك ليه؟ التليفون كان هيقع دلوقتي. بجد؟ ممكن تشاوروا معانا التاكسي عشان احنا مش لاقيين. انت على فكره موريني الارض. ما هم عشان يشاوروا التاكسي، ما هو عشان يشاوروا الدنيا اهو. تعالي باب البحر او شارع الملح يا عمرو. خلاص شكرا. يا جماعه انا دلوقتي رحت عند حماتي، بس طلعت فوق في السطوح. مش عارفه هيبان لكم، لا مش باين خالص بالليل هنا المنظر عامل ازاي. بس انا دلوقتي رحت لحماتي وقلت اصور لكم. سلمت طبعا عليها وهناك مراتات اخوات مهاب مراتات كلهم سلمت عليهم وكده. وطبعا العيال
عيالهم مجانين بس فظاع وجمال جدا. فهنزل دلوقتي اوريهم لكم هما بيلعبوا. يعني فيديو بصغنطط كده، وهيوصلوني انا ومهاب بالعربيه يودوني هناك البيت، وهيقعدوا شويه معانا مع ماما وكده وقرايبنا، ومش عارفين هنعمل ايه تاني. فتابعوا بقى معايا. تعالوا نشوف الاطفال، تعالوا نشوف العيال الصغيرين، نعرفكم عليهم. يلا بينا. قولي هاي للكاميرا، قولي هاي. دي مي يا جماعه، قولي هاي. قولي هاي. اعملي اي حاجه في حياتك. طيب مراد. مراد ده مراد. ودي مي الصغيره، دي مي الصغيره. ده مراد الصغير. ميرال كبيره. قولي هاي. باي باي. قول لهم ازيكم، قولوا لهم ازيكم. مصطفى تعال قولوا لهم هاي، قولوا لهم ازيكم. ازيكم، قول لهم ازيكم. عاملين ايه؟ انا اسمي، انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت مصطفى. قولوا له بقى، قولوا لهم باي باي. قولوا لهم باي. مصطفى وميرال بنات عم، ده ابن عمها وهي بنت عمه. وده برضو، دول الاثنين دول اخوات، ومي وميرال اخوات من مجموعة تانية. باي. و بس لا خليك ما تطلعش برا. المهم هوريكم دلوقتي بقى. تروحي الشقة؟ طب شوفي سالي ماما. دلوقتي احنا صورتكم من مصطفى ومراد ومي وميرال. دلوقتي هقفل معاكم وهروح بقى ايه عشان هنركب العربية دلوقتي. مهاب قاعد على اللاب. تعمل ايه على اللاب؟ ايه هتصوري الكركبه؟ عادي. استني اسرح بس الجرافطه. تريح الجرافطه؟ تعدل القميص. يلا بقى طب صورتي وانا على اللاب كده ولا كده؟ لا كده صح. هي كده ولا كده؟ يا عم كده. اثبت انت بس. كده ولا كده؟ جاوبوا بسرعه، واللي يجاوب مش هيكسب حاجه عشان باينه الصوره. يلا دلوقتي هنركب العربيه عشان نروح ايه عند هناك في البيت بقى. لا سيب. باي. هاي ازيكم. طبعا انا رجعت لكم تاني. احنا طبعا هم جم عندنا وقعدوا معانا وقعدوا مع ماما وكل حاجه ومشوا، وماما كانت عايزه تنزل تتمشى، وانا كنت تعبانه قوي قوي قوي، ما كنتش قادره، ان احنا تقريبا ما نمتش من امبارح، وتعب السفر كمان وهلكان ومكنتش قادره. فقلت لهم انزلوا انتوا وانا هقعد. فهم نزلوا وانا قعدت. فعلا هلكانه جدا، وزي ما انتم شايفين انا بصور السرير اللي انا نايمه عليه، اللي انا هنام عليه عشان تشوفوا النظام ايه. استنى اوريكم كيتي وهي نايمه. كيتي يا عيني نامت. ايه صحيتي ليه يا روحي؟ طبعا كيتي نامت، وفعلا جايين هلكانين خالص وتعبانين وهم نزلوا. معلش بقى انا ما صورتلكمش حاجه يعني حاجه، بس حبيت اوريكم يومي بس مش اكتر. وبكره ان شاء الله بقى المهمه هي هنصور بقى حاجات كويسه، وهننزل الميه، وبالليل هنخرج فده كان اليوم ده كان مش اليوم، يعني احنا ده ما يعتبرش يوم، ده نص يوم، او ده اليوم بتاع السفر اللي احنا جينا فيه يعني. فبكره بقى ده الفيديو الاولاني، وان شاء الله بكره اصور الجزء الاولاني من رحلتنا المطروح. يلا اشوفكم على خير. هخش انام نوم يعني سوري. خش انام. اشوفكم على خير بقى بكره ان شاء الله. باي باي. تصبحوا على خير.